هل سألت نفسك قبل كده إيه اللي بيميز الأشخاص الناجحين عن باقي الناس؟ الفكرة مش في الحظ أو العمل الجاد، الفكرة في الطريقة اللي بيفكروا بيها. في فيديو النهاردة هنتكلم عن كتاب كيف يفكر الناس الناجحون للكاتب جون ماكسويل. الكتاب بيشرح العقلية اللي بيستخدمها الأشخاص الناجحين عشان يكونوا متميزين. فتابع الفيديو للنهاية وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل فيديو جديد. التفكير يا صديقي حاجة لا تقدر بتمن، والميزة إن ممكن أي شخص يطورها. الكاتب بيقول إن التفكير زي العضلات، بيحتاج لتمرين يومي عشان يكون أقوى. وصدقني يا صديقي مش هتقدر تغير حياتك من غير ما تغير طريقة تفكيرك. يعني مثلا الحاجات اللي شايفها كبيرة ممكن تكون صغيرة لو عقلك مدرب على التفكير الاستراتيجي والتحليلي. أول مفهوم لازم تكون عارفه هو التفكير بالصورة الكبيرة، والنوع ده من التفكير بيركز على المستقبل مش بس على اللحظة الحالية. الأشخاص اللي بيفكروا بالطريقة دي ما بياخدوش قراراتهم بناء على الحاجات الفورية، لا بياخدوها بناء على تأثير القرارات دي على حياتهم بعد كذا سنة. ومثال على كده الرئيس التنفيذي السابق لشركة جنرال إلكتريك، اللي كان بيشوف إن الحفاظ على العلاقات مع العملاء أهم من إنه يعمل صفقة جديدة، وده لأن العلاقة الجيدة بتديله فرصة مستقبلية أفضل. لو عايز تبدأ بالتفكير الكبير لازم تخلي نفسك دايما في بيئة تحفزك على التعلم المستمر. حاول تقرأ كتير وتستمع للمتخصصين وتواصل مع أشخاص عندهم رؤية مختلفة. وكمان ما تكتفيش بالحاجات اللي انت عارفها، حاول تسعى انك توسع دايرة معرفتك كل يوم. النقطة التانية هي السماع بعناية والاستماع الفعال. ناس كتير بيعتقدوا إن التحدث والتعبير عن الآراء هو الطريقة الوحيدة لإظهار الذكاء، لكن في الحقيقة يا صديقي الاستماع الجيد بيفتح أبواب كتير للتعلم. الكاتب نفسه بيقول إنه لما بدأ مشروعه اتكلم مع 900 مدرب كرة قدم، وكمان اتكلم مع كل واحد منهم بانفتاح. ما قالش لنفسه إنه يعرف كل حاجة، لا عامل نفسه إنه طالب للعلم، وبيقول إن ده كان سر نجاحه إنه يطور أفكار جديدة. النقطة التالتة العيش الكامل للحياة. الحياة مش للعمل والإنجازات فقط، لازم يكون في توازن في حياتك. والأشخاص الناجحين عارفين إن عندهم حياة واحدة فقط، وبيحاولوا يستغلوا كل لحظة فيها بطريقة تضيف ليهم حاجة جديدة، سواء كان ده بالسفر أو تعلم مهارة جديدة أو تقوية العلاقات الشخصية. 4. الانفتاح على الآراء المختلفة. لازم ما تكونش منغلق على أفكارك فقط، اسمح لنفسك إنك تتفاعل مع وجهات النظر الأخرى. الانفتاح مش معناه الموافقة على كل حاجة، لا معناه إنك تكون مستعد لتقييم الأفكار بشكل موضوعي، وده هيساعدك على تجنب التحيز والجهل، وهيخلي قراراتك أكتر ذكاء. 5. التفكير الإبداعي. الإبداع مش معناه فقط إنك دايما يكون عندك أفكار جديدة، لا الإبداع هو قدرتك إنك تاخد فكرة موجودة وتضيف عليها لمسة شخصية عشان تخليها أفضل. المفكرون الإبداعيون ما بيخافوش من الفشل، لأنهم بيعتبروه جزء من الرحلة للنجاح، وكمان بيسعوا دايما لتجربة الخيارات الجديدة حتى لو كانت خطيرة أو غير مألوفة. 6. التفكير الاستراتيجي. والنوع ده من التفكير بيساعدك إنك تحط خطة واضحة لتحقيق أهدافك. الكاتب بيقول إنه بيخطط لحياته في فترات مدتها 40 يوم، لأنه بيحدد أولوياته وبيخصص وقت للعمل والعيلة وبيوزع مهامه بشكل منطقي. التفكير الاستراتيجي بيخليك تعمل بكفاءة أعلى وبيمنعك من الشعور بالإرهاق بسبب ضغط المهام. 7. التفكير الانعكاسي. إحنا غالبا بندي الأولوية للعمل على حساب التفكير، لكن الكاتب بيأكد إن التفكير الانعكاسي هو أفضل طريق للتحسين المستمر. بعد كل مشروع أو تجربة لازم تسأل نفسك إيه الحاجات اللي استفدتها وإزاي أقدر أحسن المرة الجاية. والنوع ده من التفكير يا صديقي بيعزز قدرتك على اتخاذ قرارات أفضل في المستقبل. 8. التشكيك في التفكير الشائع. إحنا غالبًا بنتبع كل حاجة بيقولها الآخرين من غير ما نفكر كويس، وده لاعتقادنا إنه صح عشان شائع. بس التاريخ فيه أفكار كتير كانت شائعة وبعد كده اتأكدنا إنها غلط، زي مثلًا الاعتقاد إن الأرض مركز الكون. التشكيك في المعتقدات الشائعة هو بداية التقدم الحقيقي. 9. تنمية التفكير النقدي. الأشخاص الناجحين ما بيكتفوش بالمعلومات السطحية، دايما بيفكروا بعمق، والنوع ده من التفكير بيساعدهم على اكتشاف الثغرات والتحسين المستمر. 10. الاستعداد للتغيير والتكيف.
العالم بيتغير بسرعة، واللي ما بيغيرش طريقة تفكيره بيفضل متأخر. الأشخاص الناجحين بيتعاملوا مع التغيير على إنه فرصة للنمو، دايما بيتعلموا من أخطائهم وبيستخدموا التجارب السلبية على إنها دروس لبناء مستقبل أفضل. وفي النهاية يا صديقي، لو عايز تبدأ تغير طريقة تفكيرك ابدأ النهاردة. ما تستناش الفرصة المثالية لأنها ممكن ما تجيش أبدا. حاول تبدأ بخطوة صغيرة زي إنك تقرأ كتاب أو تسمع ملخص صوتي، وخليك فاكر إن كل خطوة بتبني لك عقلية جديدة وكل فكرة بتفتح لك طريق جديد. التفكير الجيد مش موهبة فطرية فقط، ده مهارة ممكن تتعلمها وتمارسها. استثمر في عقلك زي ما بتستثمر في عملك أو صحتك، وخلي التعلم المستمر جزء من روتينك اليومي. وأهم حاجة ما تسمحش للخوف من الفشل إنه يمنعك من المحاولة. كل شخص ناجح مر بمراحل شك وفشل، بس استمر لأنه كان عنده عقلية مختلفة. شكرا ليك يا صديقي على وقتك، وأتمنى تكون استفدت من الفيديو. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل فيديو جديد.